بك على كاميرا اوديسبريس. انت اليوم في القصر الكبير من اجل المشاركه في يوم نضالي اللي نظمته حركه 20 فبراير. اولا نظمته تحت شعار نضال منظم مستمر من اجل فرض الحريات الديمقراطيه والنقابيه. كيف يمكن، ما هو رايك في هذا الشعار؟ اولا نعتبر بان هذا الشعار هو شعار يستجيب لطبيعه المرحله التي تمر منها بلادنا، إذ أن هذه المرحلة تعرف تضييق كبير الحقوق والحريات السياسية والنقابية بما في ذلك الحرية في الاحتجاج وفي التظاهر السلمي وفي التنظيم وفي ممارسة الحريات والحقوق النقابية بالإضافة كما قلت للتخصيص. بالتالي فهو شعار موفق ويعكس مهام الحركة الحقوقية والسياسية والنقابية في المرحلة الراهنة. أستاذ أحمد، أنتم جمعية لها باع طويل في مجال النضال في حقوق الإنسان ويرجع لها الفضل مجموعة من التراكمات اللي وسعت معينا نسبة ما الهامش الديمقراطي في البلاد. الآن في المرحلة أو في هذه السنة بالضبط لاحظنا ارتفاع وتيرة الاعتقال السياسي في المغرب في شتى الحركات، حركة 20 فبراير، حركة الأطر العليا والمجازة المعطلة بالرباط، الحركات التي تناضل في الهوامش والمدن. بالتالي هذا الهجوم او عفوا هذا الارتفاع ديال هذه الوتيره اللي جا مباشره بعد واحد ارتفاع وتيره الاحتجاج اللي تمثلت ما يسمى بالربيع العربي والمغرب حتى هي شملاته. كيفاش كتفسروا هذا الارتفاع ديال هذه الوتيره؟ واش الدوله بغات ترجع الهبه ديالها؟ واش الاطارات الحقوقيه تراجعت؟ اذا تفسير لهذه الحمله، حمله الاعتقالات والمحاكمات والسجن وغيرها، يمكننا أن نعزوها إلى مجموعة من الأسباب والدواعي، ولكن من أهم الأسباب التي رافقتها وأطرتها هو محاولة الدولة استرداد قدرتها على تحجيم وعلى كبح كل أشكال الاحتجاج وكل أشكال الممانعة التي يمكن أن تواجه بها في إطار السياسات التي تدبرها في المرحلة الحالية، وأيضا من أجل جعل حد لتلك الصيرورة التي انطلقت مع بداية حركة 20 فبراير وتطور هذه الحركة. بالإضافة إلى أن اتساع نطاق الاحتجاجات وشمولها لمختلف المناطق بما في ذلك المناطق التي لم يكن يسمع ذكر لها، بالإضافة أيضا إلى طبيعة الفئات التي أصبحت تعبئها هذه الحركات الاحتجاجية وبارتباط أيضا مع الشعارات والمطالب التي تحملها هذه الحركات. كل هذا بالنسبة للدولة شيء لا تريد أن تتركه على حاله، وبالتالي فهي تسعى بكل الوسائل ومن ضمنها الاعتقال والسجن وغيره لكي تضع حدا لها ولتقوم بتحجيمها وبكبح جماحها. أستاذ أحمد، السؤال الأخير يرتبط بالأحداث اللي وقعت في الجامعة دار ميراس بفاس. نعم. علمنا الأحداث اللي وقعت وربما الحجم اللي تعطى لها بشكل كبير من طرف الحكومة أو من طرف المنابر الإعلامية بشكل عام، لكن نفاجأ بأن المعتقلين في هذا الملف هادو يتابعون في حالة سراح، في الوقت اللي كانت اعتقالاتهم في حركيات عادية كانوا كيحكموا بعامين وثلاث سنين والآن يتابعون في حالة سراح. والمفاجأة الأكبر أن هناك من يقول أن أطراف بعينها سياسية هي اللي مورا هذا الإفراج عليهم، وإشارات مباشرة للبام اللي وظف محامين في هذا الملف. كيفاش كتفسروا هذا؟ إذا نحن بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإنه لم يتم إطلاق جميع بين قوسين المشتبه فيهم بكونهم أنهم كانوا وراء تلك الأحداث التي عرفتها جامعة بمدينة فاس، إذ أن هناك عدد من المعتقلين وهناك أيضا مجموعة من الأشخاص أو المناضلين أو الذين
تقررت في حقهم المتابعة وتشير المحاضر إلى أنهم في حالة فرار أو أنهم لم يتم لحد الساعة التوصل إلى أماكن وجودهم، وبالتالي ليس صحيحا أن هؤلاء أن المعتقلين على خلفية هذه الأحداث قد تم إطلاق سراحهم أو متابعتهم كلهم في حالة سراح. إذن البعض منهم ممن أشارت إلى ذلك التقارير الضابطة وغيرها أنه تم اعتقالهم في البداية، ولكن تبين بأنهم لا صلة لهم بهذا الملف فأخلي سبيلهم. أما الأشخاص الذين تعتبر محاضر الضابطة بأنهم كانوا طرف في هذه الأحداث فلا زالوا معتقلين حتى الآن. وإحنا بالنسبة إلينا فمن المؤكد أنه قد تم الاستغلال هذه الأحداث لممارسة نوع من التقاطبات السياسية ولتصفية بعض الحسابات في إطار الصراع على السلطة والصراع من أجل الفوز بالانتخابات المقبلة والتواجد داخل الحكومة وداخل المسؤوليات الوزارية. ولكن كيف كان الحال فبالنسبة لنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان فنحن نتابع هذا الملف عن كتاب، وسنتخذ كل الخطوات الضرورية من أجل أن تكون المتابعة والبحث والتحقيق في أسباب والأطراف المتدخلة في هذه الأحداث أن تكون مبنية على المعايير الدولية في هذا الباب. أستاذ أحمد، السؤال الأخير وبشكل مختصر، هناك من يعاتبكم على التقارير التي تعدها الجمعية المغربية حول حالة الاعتقال أو حالة العنف أو حالة، هناك من يعاتبكم على الملفات التي تتابعونها والملفات التي تتابعونها من قبل مثلا حركة الأطر العليا المعطلة في الرباط. هناك عتاب كبير لكونهم أنهم يقولون أنهم يراسلون دائما الجمعية للعنف التي تعرضوا له الاعتقال، اللي هم دابا عندهم 9 المعتقلين في السجن الزكي بسلو، ولكن الجمعية التعاطي ديالها تيقولوا بأن تعاطيها ليس بالشكل المطلوب أو بالحجم ديال الجمعية. الجمعية تتابع هذه الملفات والجمعية حاضرة، ولكن هذا الحضور قد ينظر إليه البعض على أنه ينبغي أن يكون بشكل أكثر وبكيفية أكبر، وهذا يبقى تقدير هؤلاء. ولكن بشكل عام نحن منذ أن علمنا بالاعتقال فقد آزرنا هؤلاء عبر المحامون ونتابع ملفهم، ونحن منخرطون في كل المبادرات التي تتابع ملفهم وملف جميع فئات المعطلين. بطبيعة الحال هذا النوع من الملف هو ملف له حضور يومي ويقتضي مؤازرة وتواجد يومية، وهذا ما هو ليس بإمكان الجمعية أن تقوم به، الشيء الذي قد ينظر إليه البعض على أنه تقصير أو نوع من الإهمال أو غير ذلك. أستاذ أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكرا لك على التصريح اللي خصيتي به كاميرا أوديسبريس، كنشكرك على حسن التعاطي ديالك. شكرا لكم أيضا، ونتمنى أن نلتقي في قضايا وحول ملفات أخرى. شكرا.